لو انت فاكر عشان تشتغل في الداتا اناليسيز فانت لازم تشفت كارير وتسيب المجال بتاعك، فده مفهوم غلط. احنا نقدر نستعمل الداتا اناليسيز في كل اقسام الشركه. خلينا نتخيل مع بعض كده ان احنا دخلنا شركه دلوقتي مع بعض. تعال ناخد الشركه قسم قسم كده ونشوف مع بعض ممكن يستعملوا الداتا اناليسيز في ايه بالظبط. خلينا نبتدي بالقسم بتاع الحسابات، الفاينانس بيستعملوا الداتا اناليسيز عشان يقدروا يعملوا اناليسيز على القوائم الماليه وقوائم الدخل بتاعت الشركه وكمان الضرائب، ونعرف سوفر هل الشركه بتاعتنا القوائم الماليه بتاعتها ماشيه بشكل كويس ولا لا، هل بنكسب، هل وضعنا المالي كويس ولا لا. فطبعا ده جزء وبارت مهم جدا من شغلهم في الداتا اناليسيز. نروح دلوقتي لاداره ثانيه زي اداره مثلا الاتش ار بيحتاجوا يعملوا اناليسيز على ايه؟ اول حاجه بيحتاجوا الداتا اناليسيز عشان يعملوا اناليسيز على اجازات الموظفين، كم موظف خد كم يوم اجازه وباقي له كم يوم في الاجازات السنويه بتاعته، كذلك لو خد سيك ليف، لو خد اي اجازه لاي سبب تاني محتاجين نعرف البالانس بتاعه قد ايه مثلا. كمان بيحتاجوا يعملوا اناليسيز على مدى رضا الموظفين في الشغل عندهم في الشركه، بل ان هم كمان بيشتغلوا على الهايرنج بلانز للسنه الجديده ومحتاجين نعين مين في انهي كوارتر عشان نقدر نوفي احتياجات الشركه. انا قبل كده كنت بشتغل في سناب شات في تيم الورك فورس، وكان من ضمن شغلي ان انا محتاج اعرف ايه بالظبط الحاجات اللي احنا محتاجينها او عدد الموظفين اللي احنا محتاجينهم في الشركه عندنا عشان نقدر نوفر الكباسيتي الكامله لكل اكونت عندنا. طب ما تيجي بقى نتكلم على الناس اللي بيجيب فلوس للشركه، السيلز من اكتر الديبارتمنتس اللي ممكن تكون بتحتاج اناليسيز في العالم. وده ليه؟ انت لما بتيجي تشتغل على اناليسيز السيلز انت بتحتاج تشوف ايه الفروع اللي شغاله، ايه المناطق اللي شغاله، وايه المناطق اللي مش شغاله، وايه البرودكتس اللي بتتباع في الفروع، وايه البرودكتس اللي مش بتتباع. كذلك لو عندك خدمه بتبيعها مثلا زي اي خدمه اونلاين، فاحنا عندنا اشتراكات، فاحنا بنحتاج نعمل كمان اناليسيز على الاشتراكات. انا مثلا عندي في شركه سمافيت، انا بشتغل سينيور داتا اناليست في شركه سمافيت، احنا بنحتاج نعمل اناليسيز على السبسكريبشنز بتاعت العملاء، كم عميل اشترك النهارده وكم عميل جدد معانا. بنحتاج نعرف كل الارقام دي عشان نقدر نتحسن او نقدر ناخد قرار صح لو عايزين نكيب الكاستمر ريتنشن او نشتغل على العملاء بشكل افضل. طبعا الداتا اناليسيز الحمد لله فادتنا جدا في الشغل مع سمافيت، زي ان احنا زودنا كتير جدا معدلات التجديد بتاعت العملاء وكمان السيلز والسبسكريبشنز عن طريق الداتا اناليسيز. خلينا نروح لديبارتمنت ثانيه زي الاوبريشنز هم الناس المسؤولين على كل حاجه بتحصل للشركه اون جراوند. زي مثلا لو احنا شركه بتوصل طلبات اكل مثلا زي شركه طلبات، فاحنا بنحتاج نعرف في كام رايدر لايف شغال دلوقتي، في كام ريستورانت فاتح وشغال، في كام اوردر وصل، كام واحد بندنج. كل الحاجات دي احنا بنحتاج نعمل عليها اناليسيز عشان نعرف بالظبط ايه اللي بيحصل اون جراوند في الشارع مع الناس ومع الموظفين بتوعنا في الفروع وفي المحلات. طبعا كل الشركات دلوقتي بقت بتطمح ان هي تبيع منتجاتها كمان اونلاين، فبقى عندنا قسم الاي كوميرس او ديبارتمنت الاي كوميرس اللي هي المسؤوله عن توصيل المنتجات بتاعتها اونلاين للناس. طب احنا بنحتاج الداتا اناليسيس في ايه في الاي كوميرس؟ بنحتاج نعرف في كام اوردر اتطلب اونلاين، في كام حد عايز يدفع كاش ديبت او كريدت مثلا. محتاجين نعرف العملاء بتوعنا هل هم ولاد ولا بنات، ايه اللوكيشنز بتاعتهم، ايه الاماكن اللي بتوصل فيها الاوردرز، معدلات التسليمات كمان اخبارها ايه. كل الحاجات دي احنا بنحتاج تفاصيل عنها عشان نعرف نتحرك صح، زي ان احنا مثلا نوفر رايدرز في اماكن معينه عشان معدلات التسليمات تزيد، او حتى نوفر خدمه عملاء عشان نتابع الاوردرات عشان برضو نزود معدلات التسليمات عشان نعرف نحصل الفلوس من العملاء. خلينا نتكلم على اخر ديبارتمنت في المثال بتاعنا، الناس اللي بتبني اسم الشركه والبراند بتاعها، تيم الماركتنج. تيم الماركتنج في شغلانه عندهم اسمها بيرفورمانس ماركتير. البيرفورمانس ماركتير بيكون مسؤول عن تحليل الداتا الخاصه بالسبونسرد ادز او الاعلانات المدفوعه بتاعه الشركه. يعني مثلا شركه بتدفع 10000 جنيه اعلانات، هل احنا وصلنا لافضل نتائج ممكنه نقدر نوصلها بالفلوس اللي احنا دفعناها دي، ولا كان ممكن نوصل لنتائج احسن؟ مين اللي بيجاوب على السؤال ده؟ دي طبعا شغلانه البيرفورمانس ماركتير. طب هو بيعرف الكلام ده منين؟ بيعرف الكلام ده من الكي بي ايز اللي بتطلع من الادز مانجر، زي الار او اي والسي تي ار والكاك اللي هو الكاستمر اكوزيشن كوست، تكلفه الاكواير لكل عميل عندنا في الشركه. لو هو بيعرف يدير الكي بي ايز دي كويس بالداتا اناليسيس طبعا يقدر يرد على كل الاسئله بتاعتنا دي بكل سهوله. بالتالي دلوقتي انا قدرت اثبت لك ان انت مش محتاج تشفت كارير وتسيب المجال اللي انت شغال فيه دلوقتي عشان تشتغل في الداتا اناليسيس، بل ان انت ممكن تستعمل الداتا اناليسيس عشان تطور من شغلك وتحسن شغلك وكمان تسرع البروسيس بتاعت الريبورتس بتاعتك. هكون معاكم انا احمد علي، سينيور داتا اناليسيس في شركه عربي اي اي. دلوقتي هكون معاكم هنا ان شاء الله في ايرا سوفت في دبلومه الداتا اناليسيس. ما تضيعش وقت ويلا سجل معانا.